اي خدمه تانية يا استاذ برغوت؟ شكرا. حضرتك هتحجزه؟ كوكي ده مدرس محترم، ودي شركة تصدير واستيراد. دي بهدلة يا فندم، كوكي مش وش بهدلة. بقول لك ايه يا ست، اللي اسمك بسماتي ولا بسمله؟ انت خنقتيني، اطلعي بره بره. يا فندم سيبها معايا شويه. تحبي سعادتك تقعد هنا على المكتب ولا على البار؟ خلاص يا فندم ما تزعلش نفسك. معلش يا بص نتقابل في اي حته تانية. هتوحشني يا حبيبي. حبيبتي انت رايح فين يا مجنون انت؟ هوصلها يا فندم ما يصحش. تعال اطلع هنا. طب اتكل انت على الله يا حبيبتي. بص تيك كير. معلش يا مبروك، استحمل شويه. الاجراءات لازم تاخد شكلها الطبيعي عشان ما حدش من العصابه يفقسنا. بحبك موت ونفسي اقول لك على اللي جوايا ولو انت كمان بتغني يا اخويا؟ يا فندم ده انا صوتي حلو قوي، تحب اغني لك؟ يا سلام. هقول لك يا ظابط يا ابو النجوم، لو حبستني ملوش لزوم، ولو جيتني من اوضه الصالون هدخل لك من اوضه النوم يا ظابط يا ابو النجوم. اكتب يا رفاعي وقول على اللي حصل. ابعت ايميل للمدرس الاول وقول له ان سميحه شباشب غلطت غلطه كبيره وقالت لمبروك عبر الهاتف لفظ حشيش. طبعا انا هعمل كده. تعمل كده ايه؟ تعمل كده ايه يا رفاعي؟ حلمك شويه مش كده، واما بعد انا غلطانه وبعترف ان انا غلطانه، بس انا غلطت ليه؟ مبروك غصني فما عرفتش ازاي قلت كلمه حشيش، بس غصب عني سامحوني. ده انا سميحه، بصوا لي كده، انا سميحه شباشب طول عمري بخدم المنظمه باخلاص. وليكوا عليا اعايرها في الرايحه والجايه. اقول لها يا ام غلطه، رايحه فين يا ام غلطه؟ جايه منين يا ام غلطه؟ وانا مستعد تقوموا انتوا الاثنين تاكلوها جوز كلام على الدخه الاثنين، ان شاء الله يروح فيها سن ودرس وناف. اتفضلوا لطشوني زي ما انتوا عايزين، بس انا سميحه يا جماعه سامحوني. ده انا ياما خدمتكم واكلتكم وشربتكم وطبخت لكم، طب يخونكم الجمبري والاستاكوزا والبلح الاسود؟ شغلنا ما فيهوش رحمه طب السماح ولا سماح. فاكر يا رفاعي؟ فاكر يوم نطيت على سور الفيلا يوم اكل صافي وصدقي؟ فاكر؟ عشان تاخد الواجبات. ما هي كانت غلطه واكبر غلطه، وانا سطرت عليك وما رضيتش اقول للمدرس الاول انك اتصرفت من دماغك. فاكر ايوه في البلكونه لما قعدت تتحايل عليا ولولايا اتحايلت على بردويل وقلت له ما تقولش المدرس الاول عشان خاطري. قال لي وغلاوتك يا شباشب لولا انت اتدخلتي في الموضوع كنت بلغت المدرس الاول. فاكر؟ وانا جبت لك السماح وسكت عليك. ماشي يا طارق خلاص هنعديها. يا سلام، طب وافرض بقى المدرس الاول عرف؟ لا ما تخافش، هيعرف منين؟ دي مكالمه في التوب سيكريت. يا سلام، ده له عيون في كل حته وودان في كل مكان. افرضوا بقى انه عرف، هيقول ان انا اتسترت على سميحه شباشب وهنروح كلنا في داهيه. بصراحه بقى انا ما خاطرش عشان حد. يعني ايه؟ يعني لازم ابلغ المدرس الاول. طب بقول لكم يا جماعه، احنا نصبر ونستنى شويه. اذا المدرس الاول عرف نقول له الكمبيوتر كان مهنج، ما عرفش يبقى خلاص، وتفضلوا بقبول فائق السريه والكتمان. اسف. هبلغ يعني هبلغ. دي تبقى بيعه كبيره قوي يا طارق. انا ومن بعد الطوفان. ده اخر كلام عندك يا طارق؟ اخر كلام عندي. يبقى لازم تتقتل يا حبيبي ولا عزاء للاصدقاء. الحاجه فعلا. لو قتلت طارق يبقى قتلنا انا كمان. اهو الايميل وصل. وقد علمنا بخطأ سميحة شباشب. بردويل اقتل سميحة شباشب فورا. نفذ الامر يا بردويل. مساء الخير. الحمد لله على السلامة يا مستر. الحمد لله على السلامة. الحمد لله ان انت رجعت لنا بالسلامة يا مستر. انا كنت فاكره ان الضابط هيغلس عليك ويقعدك في الحجز اكتر من كده. هيقعدني في الحجز ليه؟ ما عندوش مبرر يحجزني عنده.
تعالى تعالى يا مستر، تعالى اقعد. انت كبارك ان انت خرجت لنا بالسلامه. اقعد يا مستر. انا اسفه. كده برضه تبعيني في لحظة تصدقي أي حاجة كده؟ اوه، غياب مستشكر اللي مش منطقي وصيغ طنط رموز والمكالمة اللي انا سمعتها وحضرتك مش راضي ترد علينا، كل ده وترني خلاني مش عارفة افكر. ولو تصدقي برضه إن تاجر المخدرات؟ انا سمعت بوداني. كدبي ودانك، ولو شفت بعينيكي كدبي عينيكي. اعذرني يا مستر. أنا عذرك، بس في نفس الوقت صعبان عليا قوي. معنى كده إنكم ممكن تشكوا فيا في أي لحظة. معنى كده إنكم مش عارفين قد إيه أنا بحبكم ومخلص ليكم. ربنا عالم، ده الواحد بيبقى مجروح ومتهان ومتبهدل وقلبه مكسور، وفي نفس الوقت بضحك في وشكم عشان ما تحسوش بأي حاجة. نفسي أعدي بيكم لبر الأمان. بدعي ليل ونهار إن ربنا يقدرني عشان أحافظ على وصية أبوكم وأمكم. تقوموا تشكوا فيا كده؟ طب اقول لك ايه، اعمل لك ايه عشان تسامحني؟ معلش يا مبروك، ده قدر أصحاب الرسالات. مساء الخير يا استاذ مطيع. مساء النور يا ست رموز. انا اسفه قوي اني جايه لك في وقت متاخر زي ده. انا اترددت كتير قوي قوي، قلت اكيد حضرتك نايم دلوقتي. نايم ايه؟ هو في حد بينام اليومين دول؟ النوم بقى عزيز قوي. انا بنام تخاطيف زي القطط. الوحده وحشه قوي يا ست رموز. هتقولي على الوحده؟ ما انا جربتها بعد ما تشكر بنتي اتقندلت. ايه؟ اتقندلت؟ هو جوزها طلع اي كلام ولا ايه؟ طلع بعد عنك تاجر مخدرات. احبسهولك واطلقها فورا. مش لما الاقيها الاول يا استاذ مطيع. ايه؟ هو خاطفها؟ لا، الحق اتقال مش هو اللي خاطفها، اللي خاطفينها زملاء وتجار المخدرات. كلموه في التليفون وقال له عايز مراتك هات المخدرات اللي انت واخدها. وكمان حرامي، يعني واخد مخدرات ومش عاوز يرجعها. ده تشكيلة إجرام. جبتوه منين ده؟ يلا بقى، اهو ده المكتوب، هنعمل ايه؟ ولو انه ما كانش باين عليه ابدا. هنقول ايه على رأي المثل اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. معلش بقى، نصيب. بس قول لي اعمل ايه بالنسبه لبنتي؟ اكيد حضرتك عندك حلول كتيره.